السلام عليكم. أحلى متابعين، يا رب دايما تكونوا بخير وبسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. أسماء، وتجربتي بنفسي. أحب أشكر ربنا ثم كل الناس اللي اشتركت معايا في القناة. ربنا يكبر بخاطركم، اللهم أمين يا رب العالمين. ويا رب كل فكرة أقدمها في القناة يا رب كده تكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم إن شاء الله، وكلنا نستفيد بإذن الله. انا معايا هنا اعشاب، طبعا انا من تاني يوم بعمل الاعشاب دي، بس النهارده سادس يوم في عمر الكتكوت. حطيت معلقه من الكركم ومعلقه من النشا ومعلقه من اليانسون، وضربتهم في الخلاط الاول. بعد كده هجيب معايا بصلتين وفص توم، وبعد كده هروح ضربان في الخلاط زي ما انتوا شايفين. الخلاط ده بتاع الايه التوابل. نعم، معايا كل الحاجات اللي انا حطيتها البودر دي في الاول، اللي هو النشا والكركم والايه والقرنفل واليانسون. في ناس هتقولي البصل اللي انت حطيتيه ده هيطر معاكي العلف، فبالتالي هيعجن تحت رجليهم والكتكوت مش هيستفاد من اي حاجة. لا، ان شاء الله انا حاطه كمية العلف دي تكفي اليوم بحاله. ففي النهاية هتشوفوا معايا الايه العلف ما شاء الله زي ما هو، ما تعجنش ولا حصل فيه اي حاجة. وممكن كمان لو انتوا عاملين كمية قليلة من العلف، تمسكوا البصل وتعصروه وتاخدوا المية بتاعته وتحطوها في السقاية، والبصل التفل اللي باقي منه يتحط على العلف، مفيش اي مشاكل. احنا كلنا بنتعلم من بعض. يعني شايفين العلف بقى حلو ازاي. وهنا معايا الكرتونة حط عليها مشمع، علشان طبعا ما تعملش تسريب لأي مية. وبعد كده قماشة، وبعد كده جبت كرتونة تاني. والعلبة اللي معايا دي انا حاطة فيها رملة، علشان طبعا بس هتشوفوا دلوقتي، خليكم معايا. غلفتها بالكيسة زي ما احنا شايفين، وبعد كده حطيت فوقيها السقاية. ليه بقى رفعت السقاية فوق قوي كده؟ علشان الكتاكيت ما تعملش حمام فيها، فبالتالي بتكون في الاخر متبهدلة خالص وبيقلبوها في الارض. وهنا نزلت الكتاكيت، كنت حطاهم في كرتونة تانية علشان ببيتهم جوه كرتونة صغيرة، واروح مغطية عليهم وقافلة اللمبة تماما، علشان ما ينفعش اللي احنا نفضل مشغلين اللمبة 24 ساعة كده، بيحصل انفجار في دماغ الكتكوت. 24 ساعة اللمبة شغالة عليهم، والضوء طبعا بيكون شديد عليهم، فبيفضلوا ياكلوا ويشربوا ياكلوا ويشربوا. طب وبعدين ما هم في الاخر هيتعبوا. شايفين؟ ادي الكتكوت ده سادس يوم. انا جايبه الكتاكيت دي من يوم 30/4/2024. ربنا يجعلهم يا رب فتحة خير عليا وعليكم ان شاء الله. وده مشروع مربح جدا. ناس هتقولي العلف غالي والكتاكيت كمان غالية. انا بالله جايبه الكتكوت ب20 جنيه بالصدفة كده، زي ما انا قلتلكوا. اسمعوا الفيديو اللي قبل كده. فانا مش عارفه بصراحه الكتاكيت دي فرز تاني ولا تالت ولا اول، انا مش عارفه بصراحه. اهي ادي شكل الكتكوت سادس يوم النهارده، المفروض يكون اكبر من كده، بس هنجرب الدوره دي مع بعضينا ونشوف في النهايه الكتاكيت هتوصل معانا لفين. وانا بصراحه فرحانه بيهم جدا وبشكلهم. وادي الكتاكيت معانا بتشب ازاي عشان تشرب. ولكن لو السقاية في الواطي كده بيعملوا فيها حمام، وكمان ممكن يقلبوها. ولكن الفكرة دي فكرة جميلة بصراحة، على أساس الكتكوت يشرب مية نظيفة طول اليوم. وفي طبعا خلي بالكوا من حتة اللمبة، ممكن تسخن المية اللي في السقاية، فما ينفعش اللي انا السقاية اسيبها طول اليوم وهي فيها المية كده تسخن، وممكن الكتكوت معايا يتعب مني. فلازم ان انا اغير المية على طول. كده بقى شلت الطبق الكبير وحطيت لهم طبق صغيرة، على اساس طبعا ما يبهدلوش العلف كله مرة واحدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة
وربنا يا رب يكبر بخاطركم زي ما جبرتوا بخاطري، اللهم امين يا رب العالمين. وكلنا لازم نستفاد. ادي اللمبه اهي لازم تكون بعيده، خلي بالكم.